السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم الغدا ديالي ديال هذا النهار اللي وجدت فيه زعلوك، وعندي هنايا قطبان ديال الكفته، وعندي هنا خضره مشرمله في الفران. وغادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي ندير اللحم في الهاشوار يتطحن ونردو كفته بلا ما تحرقوا الهاشوار ديالكم وبلا ما تخسر لكم وبلا ما تكون يعني بلا ما تسخن. ولا كانت غادي تدوز معكم مده قصيره غدوز معكم ان شاء الله مده طويله. هنا اول حاجه عندي اللحم طريفات صغار كما كتلاحظوا قطعتهم، يعني غيكونوا طريفات موين ما تقطعهمش يكونوا كبار. وعندي هنا كميه ديال الشحمه اللي غادي تبقى اختياريه، كتكثروا ولا كتقلوا على حسب اللي بغيتو نتوما. انا غنوريكم هنا الطريقه كيفاش تطحنوا اللحم بلا ما تخسر لكم الهاشوار، يعني حيت كما كتعرفوا الا فرصيتو عليها بزاف غادي تسخن ولا سخنات غادي تحرق اكيد. هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدم بها، وكل شيء راه كتشوفوه في الفيديو على عينيكم، ما غادي تخسر ما حتى شي حاجه. اول خطوه عندنا غادي ناخذوا الكميه ديال اللحم، غادي نديروه غير شويه ما نكثروش بزاف، يعني الا كثرنا بزاف فاش غادي نبغيو نطحنوا غادي نضغطوا عليها، يعني غادي يكون مجهد عليها داك اللحم كتير اكيد غادي تخسر لينا. يعني غادي نديرو غير كميه اللي تكون قليله. كما كتلاحظوا انا ديك الكميه اللي كانت عندي ديال اللحم اللي قلت لكم قطعوه طريفات صغار قطعته درت غير نص ديالو. وشوفوا الطريقه كيفاش كنضغط، يعني كنضغط بشويه بشويه، كنورك وكنحيد صبعي، ما كنبقاش موركه يعني نيشان دقه واحده. كتبقاو تضغطوا وتحيدوا تضغطوا وتحيدوا باش ما تخسرش لكم. هذه هي الطريقه باش ما تسخنش لكم الهاشوار ديالكم وتبقى صالحه معكم. كما كتشوفوا غادي نبقى نضغط بشويه ونحيد صبعي بشويه بشويه حتى كيطحن ليا ديك الكميه ديال اللحم. ما توركوش بالجهد، والا شفتوني انا هنايا يعني مسرعه راني غير مسرعه الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. كما كتلاحظوا نفس الطريقه غنبقى نضغط ونحيد حتى غادي نطحن ديك الكميه اللي عندي. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا راها طحنات، يعني كتبقاو غير كتضغطوا كما وريتكم وراها كتطحن كتولي على شكل كفته، يعني ما تحتاجوا كاع تشريو الكفته على برا. خذوا هكا غير اللحم وقطعوه طريفات صغار، ومن الاحسن انكم تطحنوه وتعرفوا المكونات اللي غديروا فيه وتعرفوا واش ديك الكميه كامله ديك الكفته اللي خديتو واش كامله اللحم ولا زايده فيها شي حاجه. صافي وكي قلت لكم غادي تزيدوا الشحمه على حسب الرغبه ديالكم. انا هنايا درت هاد الطريفات هادو، يعني ما درتش ديك الزلافه كامله. وغادي نعاود نطحنها هي وداك اللحم غنطحنها بحال هكا حتى هي ضغطه ضغطه غير بشويه، ما نفرسيوش بزاف على الهاشوار باش ما تخسرش. صافي وغادي موراها غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، وخليكم مع الفيديو. هنايا باش تعرفوا بلي الكفته ديالكم صافي راها طحنات مزيان، غادي تاخذوا واحد شويه وغادي تحاولوا انكم تشكلوا على شكل كويره. وكما كتلاحظوا ملي كيكون تجمعات معكم صافي راها يعني صافي راه طحنات مزيان. دابا غادي ندوز باش نطحن النص الاخر اللي باقي ليا ديال اللحم.
صافي هنايا من مورا ما طحنت ديك الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا. انا هنايا غادي ندوز باش نوجد بها الغدا. غادي نقسمها صراحه على جوج، ما غاديش ندير الكميه كامله، وانتم كتبقى على حسب افراد الاسره ديالكم، كاين لكم ديروها كامله ولا النص ديالها اللي بغيتو. هنا غادي ندير فيها حيت انا ما وريتكمش الطريقه بالديتاي في الفيديو. غادي ندير بصله مقطعه قطع صغيره، وغادي نزيد عليها التوابل، وغادي نحطها جانبا بما وجدت الخضره، يعني بما تشربات ليا ديك البصله. المهم تلقى ديك البصله والعطريه فيها. غادي ندوز باش نوجد الخضره اللي غادي ندخل الفران. هنايا اختاريت في الخضره بطاطا والكورجيت وخيزو واللوبيا الخضراء اللي سلقتهم نص سلقه، ومن بعد غادي نشرملهم في العطريه ديالهم والربيع، وغادي ندخلهم يتحمروا في الفران. موراها هنايا وجدت الزعلو كما كتشوفوا. هنايا غادي نخليه حتى يعقد مزيان. هنا كما كتلاحظوا ها هو عقاد صافي، وغادي نمعسو مزيان، وغادي تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. الصراحه كيجي زوين. وهنايا خرجت الخضيره من الفران كما كتلاحظوا مني تحمرات. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي صراحه مقرمشه. ودزت باش نطيب الكفته اللي درتها في القطبان. هنا صراحه ما كانوش عندي دوك القطبان ديال العود، الا كانوا عندكم من الاحسن استعملت غير هادو، ولكن المهم اللي كاين كينفع، او اللي يمكن لكم ديروها غير على شكل كويره وتبسطوها صافي. وغادي نطيبهم في هذه المقلاه هذه ديال الكهربائيه كما كتشوفوا. كطيب صراحه زوين، انتم غادي تشوفوا الشكل كيفاش كيكون في الاخر. وهنايا كنوريكم الشكل ديال الزعلوك من بعد ما معستو هكا بالفورشيط. هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي، صراحه راه كيجي بنين ومعلك. وهنايا الكفته كنزيد نطيبها شويه كتحمر. ما خاصكمش طيبوها صراحه بزاف، غير شويه باش يبقى داك المذاق ديالها زوين وما تحرقش معاكم. صافي هنايا غادي يكون الغدا ديال اليوم واجد. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويعجبكم هاد الافكار هادو اللي شاركت معكم بالنسبه للغدا ديال هاد النهار، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.